واي مدرب ده الموقف ده هيزعله، اي مدرب مصري هيزعله هذا الموقف. اولا مع احترامي الشديد لشيكابالا، لاعب كبير ولاعب هايل جدا، لكن انتاجه ايه مع نادي الزمالك عشان يعمل الكلام ده؟ وحتى لو انتاجه لو جايب بطولات الدنيا كلها لنادي الزمالك، ده ما يبقاش تصرفه. ده تصرف ان دل على شيء فيدل على ان ده التصرف ده من لاعب ذو عقليه ضعيفه جدا، لعيب اتدلع كتير قوي، وانا ما لومش عليه، الوم على اللي دلعوه واللي طبطبوا عليه واللي هننوه واللي كبروه بكلامهم واتعاملوا معاه كانه نجم النجوم. وهو ما شافش حسن شحاته اصلا وهو لعيب. شيكابالا ما شافش حسن شحاته وهو لعيب. حسن شحاته وهو لعيب قد اللي في الملعب دول كلهم 100 مره. ما فيش واحد في اللي موجودين في الملعب ولا في مصر دلوقتي زي حسن شحاته وهو لعيب. وبعدين كمدرب هنجيب له مين تاني؟ اذا كان الراجل ده احسن مدرب في افريقيا ومن احسن 14 مدرب على مستوى العالم، نجيب له مين عشان يحترمه؟ نجيب له مين عشان يحترموا الكابتن شيكابالا؟ ولغايه امتى هندلع فيه وهنهنن فيه؟ لغايه امتى؟ شوف يا كريم، ان ما كانش نادي الزمالك ياخد موقف النهارده من هذا اللاعب، نفس الموقف واخد بالك من هذا اللاعب ببيعه، يبقى اقول على نادي الزمالك هو شيكابالا عايز كده. يبقى ضروري يتباع. اخر مباراه في الموسم وهو عايز كده. يبقى يا كابتن يعني ضروري يتباع. هو عايز كده. الموقف ده اعتقد متعمد من شيكابالا. يعني انا شايف كده. النتيجه 2-0 وفي تبديل طبيعي جدا وعادي جدا، مفيش مشكله. وبعدين يا كريم ما كانش كويس هناك. ما كانش كويس هناك في المغرب كمان. والله يا كابتن انا مش عايز اعلق، انا عشان موقفي انا ككريم محرج مالكش دعوه. انا بتكلم على موقف مع كابتن حسن شحاته، فانا مش عايز اعلق. انا سايب الكلام لحضرتك وكابتن وبعدين انا كنت عارف النهارده ان في اتجاه انه ما يبداش. كنت عارف واخد بالك، لكن حسن شحاته اكبر من كده. حسن شحاته راجل مدرب كبير ولاعب كبير وبيفكر تفكير مختلف عن كل الناس، فاداله الفرصه. لكن عيب اللي حصل ده، عيب اللي حصل. واذا ما كانش نادي الزمالك هياخد موقف، انا اقصد الاداره تاخد موقف، وموقف متشدد جدا من هذا التصرف الغير مسؤول، يبقى على نادي الزمالك السلام. يبقى من حق اي عيل صغير يطلع بقى يضرب في اي مدرب في النادي. ما كانش نادي الزمالك ياخد موقف النهارده، ضروري ياخدوا موقف النهارده.